السلام عليكم. من أهم اللي بيميز دول زي بولندا، النمسا، المجر هو الجالية الكبيرة جدا اليهودية. اليهود كان عددهم كبيرة جدا في البلاد دي. أنا دلوقتي أمام أكبر معبد يهودي، معبد اسمه سيناجون. أنا قدام أكبر سيناجون اسمه دوهاني سيناجون موجود في بودابست عاصمة المجر. كده نتفرج عليه نشوف شكله عامل ازاي. هو دلوقتي اعتقد قافل متهيألي، وخلينا نشوف نقرب منه ونشوف ايه المبنى شكله عامل ازاي. هم كاتبين مكتب التذاكر قافل، هم كانوا كاتبين واحنا فاتحين ان هم مفتوحين، لا فاتحين الساعه 8، بس مش عارف ايام ايه، لان 8 الساعه ما جاتش 8، انا بصور الساعه 6:30 بالليل. ده وقت حلو عشان المعبد فيه حاجات ذهبيه من فوق. هي اسعار تذاكره مش رخيصه، انا فاكر انها كانت حاجه و20 يورو الدخول، بس ده يخلينا نشوف المعبد عامل ازاي. ده التيكت اوفيس هنا، هو مكتب التذاكر، وكاتبين المواعيد وكاتبين الاسعار بتاعتهم ولا لا. انا حقيقي مش عارف الاسعار مكتوبه فين، بس انا عارف ان كان سعرها كده. مالين مواعيدهم من اول يناير لحد ديسمبر 31 ديسمبر يعني. خلينا المهم نشوف المعبد شكله ايه والكلام مكتوب عليه بالعبري. سنة اتعمل معرفش انشئ او تصلح حاجه فيه سنه 12 يونيو سنه 91. وكاتبين ده كان هنا ساكن، هنا كان تيودورو هيرزل مؤسس الدولة اليهودية فيما أعتقد، كان ما اتولد هنا في البيت ده. البيت اللي اتولد فيه هيرزل، تيودور هيرزل، أكيد الناس كلها سمعت اسمه. اوكي، وكاتبين هيرزل تيفادور ما كان موجود هنا من 1860 ل 1904، فهو اعتقد هيرزل تيفادور اللي هو تيودور هيرزل. اوكي، يعني انا مش مذاكر شويه الحته التاريخيه دي، وكان لسه بركز على السعر، مش شايف السعر فين بتاع التذاكر. كان موجود قبل كده وانا ما اعرفش حقيقي هم الاسعار الموجوده دي بتاعت الجايدز والكلام ده، مش سعر مكتوب سعر التذكره بحوالي 20 يورو او اكتر. ده منظر المعبد اليهودي اللي هو اقرب محطه له محطه استوريا. هو في وسط البلد، يعني هو في وسط البلد، من معالم وسط البلد، مفيش حد يقدر يتوه عنه. وكنت سالت فيه في محطه الاندر جراوند، وعاده ما بيعرفوش انجليزي، فقلت لهم حتى كنت في مكان وبقول لهم المحطه اللي اروحها فيها مش فاهمين يعني ايه سيناجون اصلا يعني. لكن لما رحت للانفورميشن سنتر انا كنت عارف، بس كنت عايز اتاكد ايه اقرب محطه. رحت للانفورميشن سنتر قالوا لي يعني هو انت كده جنبه بالظبط يعني. فده انا مش عارف حقيقي المواعيد دي، مواعيد الفتح بتاعتهم اعتقد في المواعيد دي هتبقى من امتى لامتى، في شهر سبتمبر، في شهر اكتوبر. وكانوا كاتبين هنا وي ار ستيل اوبن ما عدا الجمعه والسبت والايام الاعياد اليهوديه. هو يبقى قافل النهارده عشان النهارده انا بصور يوم جمعه. اوكي، بيقولوا لا استنى، ديو تو شبات اللي هو السبت اون فرايدايز يو ار اوبن تيل 4 بي ام اند كلوزد اون ساتردايز. يبقى يوم الجمعه بيقفلوا الساعه 4، ويوم السبت بيقفلوا يوم على الشبت اللي هو يوم السبت، يعني اللي هو ما بيعملوش فيه اليهود اي انشطه. يبقى هو عشان كده قافل النهارده. بيقول هو اصلا مواعيده لحد الساعه 8 زي ما هي مكتوبه. انا ما دخلتوش قبل كده، انا دخلت معبد يهوديه في مصر، بس ما دخلت منطقه مصر القديمه اللي هي منطقه الحضارات، لكن انا ما دخلتش هنا. وحظي طبعا برضو مش عارف ادخله، انا مش مخطط ان انا ادخله المره دي، يبقى عشان يبقى ليا زيارات تانية. ما في حتت ما رحتهاش لسه، انا كل مره بروح حتت مختلفه في كل البلاد اللي بكرر زيارتها، عشان يبقى عندي حاجه تشجعني لما ازورها ان يبقى في حاجه تانية تتزار يعني. فده اللي ما شافش معبد يهودي قبل كده او ما سمعش عنه، ده اكبر معبد يهودي موجود في بودابست عاصمه المجر، وحقيقي شكله حلو وملفت وذهبي، ودايما بيعملوا في معابدهم حاجات ذهب كتيره. انا ما اعرفش حقيقي القبه السوداء او الدايره السوداء دي بترمز لايه، بس موجوده في المعابد او في الحاجات اليهوديه. انا مش شايف النجمه السداسيه في اي حته، تهيألي كده انا شايف
النجوم المعموله شكلها مش سداسيه، فانا برضو مش فاهمها هي ثمانيه او اكتر. اولا انا مش فاهمها صح يعني. 3 4 7 3 2 5 و3 8 دول ثمانيه. فانا ما اعرفش، مفيش النجمه بتاعت اليهود بتبقى اللي هي الثلاثيه دي نجمه ديفيد، نجمه داوود. برضو اللي جوه هنا دي مش نجمه سداسيه. المهم كده انا قلت اشرك الناس معايا في المعبد اليهودي للي ما حالفهمش الحظ وما شافوش معبد يهوديه وما تعرفوش على الديانه اليهوديه قوي من قرب. ارجو ان الفيديو عجبكم، ولفيديوهات اخرى ان شاء الله. باي باي.